اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. حبيباتي إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيباتي جينا باش نصايبو دجاج طاجين ديال الدجاج متبل. كيجي رائع وسهل في التحضير. تبعوا معايا المراحل إن شاء الله وكنتمنى باش يعجبكم. حبيباتي، كنبداو بالبصله كنديروها في هكا، فهي كنسبقوها في الطاجين. حبيباتي بالنسبه للدجاج انا سبق وغسلته مزيان. بطبيعه الحال راه البنات كاملهم كيعرفوا كيفاش يغسلوا الدجاج. كنغسلوه مزيان بالحامض وبالملحه وكنخلوه حتى كينشف، وتبلته بالتتبيله ديال الدجاج. حبيباتي هنا درت البصله ودرت مطيشه اللي هما الاولين في الطاجين. يعني هذا الدجاج هذا باش زوين، يعني ما كيتقلاش، ما كنعذبوش راسنا معاه. كنديروا كلشي في الطاجين وكنديروه يطيب في خطره واحده، يعني ما كنبقاوش هكا دايرين بالنا معاه. حبيباتي بالنسبه للعطريه او التتبيله، درنا الملح على حسب الذوق، البزار او الفلفل الاسود، الحرقم بلدي او الكركم، والزنجبيل او سكنجبير، والزعفران شعره، يعني الزعفران الحر. ونفس التتبيله اللي تبلنا بها الدجاج. تبلت الدجاج انا قبل بليله، يعني ممكن تبلوه قبل بساعه او قبل. انا تبلته انا قبل بليله، من بعد ما غسلته خليته حتى نشف، تبلته مزيان، درت ليه الثوم، الابزار، السكنجبير، حرقم بلدي، زعفران شعره، وخليته حتى تشرب مزيان. هاد التتبيله هذه كيجي لذيذ وكيجي فتي. حامض مصير، ثومه حكيتها بطبيعه الحال وتبلته مزيان. درت ليه بلاستيك غذائي ودرته في الثلاجه حتى تشرب العطريه ديالو. وصافي حبيباتي، بعد ما درنا البصله ومطيشه في القاع ديال الطاجين، كان نرتبوا هكا الدجاج. يعني ما كنعذبوش مع راسنا بالمعنى الاصح، يعني كنديروا كلشي، كنديروا هكا الدجاج. عاود كنديروا البصله فوق منه دوائر ومطيشه. هاد الطريقه هذه هي معتمده عندي، يعني باش ما كنبقاش هكا مشغوله معاه ولا. يعني كندير كلشي في خطره وحده وكنديرو فوق النار على نار مهيله باش كيطيب على خاطرو، بحال درناه فوق المجمار او هكا فوق الفاخر. ومن بعد كتمشي انت كتقومي بالاشغال ديالك شنو عندك. كنديرو جلبانه او شنو كيقول لها المشارقه، البسله او البازلاء. هنا هاد لاصوص هادي او هاد التتبيله هادي اللي بقات، اللي كنت متبله بها الدجاج، هكا كان نخويها عليه من الفوق. وكنديروا الزيتون، وصافي هاد الطاجين ديالنا واجد، بدون ما كنبقاو هكا مشغولين معاه ونقلي وكل حاجه بوحدها. وصافي كنحطوه على النار، كنديروه على نار مهيله حتى كيتعسل لينا، يعني كتكون عنده واحد المرق خاتر ومعسل. ما بطبيعه الحال ما كنزيدوا ليهش الماء نهائيا. كفايه هاد البصله ومطيشه هما اللي كيطلقوا الماء ديالهم، فما كنزيدوا ليهش الماء نهائيا. وان شاء الله غادي نديرو فوق البوطه ونرجع لكم. كن في الحياه كالمصور المحترف، دائما ما ينقل الصوره للاخرين من الزاويه الاجمل. انظر للناس بعدسه صافيه ومن خلال الزوايا الجميله. ليس من المهم ان تمتلك الجمال،
بل الأهم أن تمتلك الجاذبية، وأرقى أنواع الجاذبية هي جاذبية الأخلاق. فإن التعامل مع الناس يتلخص في 3 عبارات قرآنية: خذ العفو، وأمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. اعمل بها تسعد بحياتك. هنا حبيباتي غادي ندير بطاطا فريت أو البطاطس مقلية، يعني كناخدها نديرها هكا دوائر صغيرة، وكنديرها في الماء حتى كتسلق شويه. يلا يعني ماشي كتسلق، يلا بحال هكا يلا كتبدا فيها الغليه، وصافي كنحيدها كنديرها كتسقطر، وكنبدا كنقليها. هي باش غادي نخضروا الطاجين ديالنا. وهذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما طاب. يعني خضرناه بالبطاطا فريت او بطاطس مقليه مع بيض مسلوق. فهذا هو الطاجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا حبيباتي كيجي معسل، يعني مجمر، طاب على المهل. ما زدنا ليه لا حتى شي حاجه، يعني كيطيب هكاك في ديك المريقه ديال اللي كتطلق البصله ومطيشه. فهذا هو الطاجين ديالنا. كيجي لذيذ بزاف. فحبيباتي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسونيش من دعواتكم ومن دعمكم. بارطاجوا الفيديوهات ديالي باش ان شاء الله تعم الفائدة، وديروا يعني الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف. ما تنسونيش من لايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.